ازيكم يا أصدقائي؟ قصتنا النهاردة قديمة شوية لكنها مكتوبة بطريقة كوميدية رغم مأساتها ودمويتها، فيلا بينا نشترك في القناة بسرعة ونبدأ الحكاية على رواقة. المسلسل بيبدأ بمقدمة عن لعبة الحبار، ودي لعبة أطفال قديمة العيال بيتقسموا فيها الفريقين، فريق يلطش وفريق يحوش. المهاجمين هدفهم يطيروا على حتة أرض صغيرة متحوطة، والمدافعين شغالين زق وتطفيش بره الخطوط. وبالنسبة للعيال الرهان كان على باكو البان، بس شروط اللعبة دي هي اللي هترسم السكة للمصايب المرعبة اللي جاية. وبنرجع للحاضر وبنقابل الأخ جهون، وده راجل دنيته متبهدلة وآخر كحرطة وغاوي يضيع شقاه في القمار ومقضيها نبش في الجيوب علشان يراهن على سبق الخيل. وفجأة الزهر بيلعب معاه وبيضرب معاه الحظ وبيكسب 4,500,000 غون حتة واحدة، بس يا فرحة ما تمت. أصحاب الشكوك ملاحقينه وعايزين منه 160 مليون وون لسماسرة القروض، وعشان البخت مايل طلعت له نشالة طيرت المكسب كله في مطاردة هبلة. وجيهون لقى نفسه في خانة اليك وبيسحلوه يمضوه على وصل أمانة، وبيمضي فيه على بيع كليته كضمان وبيبصم بالدم وهو مغمى عينيه. ورغم انه غرقان لشوشته في المصايب، جيهون كان نفسه يبسط بنته جانج في عيد ميلادها، وراح يجرب حظه في ماكينة العرايس، وواد صغير ساعده وكسبه جايزة بس طلعت ولاعة على شكل طبنجة. وطبعا حركاته دي ما أكلتهوش عيش مع طليقته اللي نزلت فيه تلطيش بالكلام علشان رجع البنت متأخرة، مع انهم يدوبك 10 دقايق تأخير بس مش أكتر. وهو رايح يلحق القطر طلع له راجل غامض كده وشياكة ومعاه شنطة، وقرب من جهون وعرض عليه يلعبوا لعبة الكلاباكا الكورية اللي هي لعبة قلب الورق، وقال له لو كسبت هتاخد 100,000 وون، ولو خسرت هتدفعهم يا معلم، والكلام ده مفيهوش هزار. وصاحبنا جيهون شرب خساير ليلاتي وبقى بيدفع إفيان محترمة بدل الفلوس، وبعد حبة حلوين وش جيهون بقى شبه الطماطماية من كتر الإفيان التلطيش اللي أخدها. وأخيرا جاب جولة وفاز، والراجل طلع دغري واداله 100,000 وون كاش زي ما اتفق معاه ووعده من البداية. وجيهون بقى بيرقص من الفرحة وهو بيعد الفلوس، والراجل قال له دي تسخين بس، في سبوبات تانية تجيب ملايين. وجيهون قال له يا عم فكك مني، فالراجل قعد يسمع له قصة حياته البائسة كأنه أمه، وجيهون اتثبت مكانه خلاص لأن الراجل طلع عارف عنه إنه أمرتي، فسأله أنت تبع مين يا كابتن؟ فالراجل البياع اداله كارت شغل وقال له كلمني، ولمح له ان الاماكن بتطير بسرعه والعدد في اللعبه دي محدود جدا. جيهون مشي مبسوط بالقرشين، بس النكد وراه لما رجع البيت ولقى امه بتقول له ان بنته جانج بتهاجر امريكا مع امها، وجوز امها الجديد هياخدهم وهيسافر بيهم قريب. وقالت له انها شافت محامي، ولو جيهون شد حيله بقى معاه قرشين يثبت بيهم نفسه ممكن يوقف السفريه دي وبنته تفضل عايشه في حضنه طول عمرها. بالليل جيهون جاب اخره وقرر يطلب الرقم ويقول لهم انا معاكم في السبوبة يا جماعة، لانه محتاج للفلوس جدا علشان يضمن بقاء بنته معاه. وبالفعل بتجيله عربية تاخده على الطريق، ولما ركب لقى الزباين كلها نايمة مقتولة، وقاموا بخين عليه غاز هو كمان ونام وسط الجثث اللي نايمة. وصاحبنا بيصحى بيلاقي نفسه في عنبر غريب ومتحوط بناس لابسة احمر في احمر ولابسين زعبوط غريب متقفل ومخبي وشهم، ولقى نفسه وسط هوجة فيها 456 متسابق كلهم محبوسين في صالة واسعة، ولمح راجل عجوز كركوبة لابس رقم 1. وابننا سأله انت ايه اللي جابك هنا يا حاج في السن ده؟ فالعجوز قال له يا ابني انا ايامي معدودة وعندي ورم في الدماغ، وفجأة قامت خناقة شوارع بين رقم 101 ورقم 67، واشتغل تلقيح كلام وتهم تجسس، وجيهون دخل يعمل فيها مصلح اجتماعي، لكنه اتصدم لما عرف ان البنت دي النشالة اللي طيرت محفظته قبل كده. وبعدها بشوية دخلت العصابة المقنعة باللبس الأحمر ورحبوا بيهم وقالوا لهم الشروط، وقالوا لهم قدامكم 6 أيام هتلعبوا 6 ألعاب، واللي هيكمل هيطلع بشنطة فلوس هتغير دنيته وحياته للأبد. واحد قفش وقال لهم انتوا جايبيننا غصب عننا، فالراجل أبو قناع قال له ده علشان السرية يا نجم وبلاش دوشة. باقي الزباين دخلوا في الحوار، فالمقنع قام مشغل لهم شاشة بتعرض فضايحهم وهم بياخدوا على قفاهم في لعبة الورق، وفكرهم ان كلهم غرقانين في الديون ومحدش طايق نفسه، وقال لهم انتوا اللي جيتوا برجليكم علشان القرشين السهلين اللي هتاخدوهم من هنا، وقال لهم كمان دي فرصتكم الأخيرة علشان ترجعوا لحياتكم الميتة بره وانتوا أحسن، ولا هتشدوا حيلكم وهتاخدوا اللقطة علينا هنا. فواحد سأله طب هنلعب هنا ايه؟
فالمقنع قال له علشان العدل وعلشان محدش يذاكر من ورا التاني، الألعاب مفاجأة وهتعرفوا تفاصيلها وقت التنفيذ. جيهون سأله طب والمكسب الكام بكام؟ فقاموا منزلين حصالة إزاز عملاقة، والمقنع قال العداد هيشتغل بعد أول لعبة، وكل مديون فيهم ومزنوق مضى على إقرار موافقة، وطلعوا سلالم ملونة شبه الملاهي علشان يتصوروا ويدخلوا أرض المعركة الأولى. والمتسابقين دخلوا حوش كبير واسع، وهم بيتمشوا جيهون لمح زميل الطفولة سانج وو اللي كان مفهم الناس إنه في رحلة عمل بره البلد. وجيهون استغرب وسأله أنت إيه اللي رماك هنا؟ بس سانج وو قفل في الكلام وقال له اللعبة هتبدأ ولازم تركز، وسابه واقف يهرش في دماغه. وفجأة ظهرت عروسة لعبة آلية طول الباب، وأعلنت إن اللعبة الأولى هي ثبت صنم، اللي هي إشارة حمراء إشارة خضراء، واللاعبين لازم يجروا ويوصلوا للخط التاني بس ما يتحركوش إلا لما العروسة تديهم الرمز الأخضر، وأي هزة أو حركة والرمز أحمر تساوي طرد فوري من الحياة. الناس استهترت وقالوا دي لعبة عيال وفرحوا، والمؤقت اشتغل وكلهم فتحوا سبرنت وجريوا. ولما العروسة قالت ثبت صنم كله وقف مكانه، بس واحد اتهز هزة خفيفة، وفجأة سمعوا صوت بوم ورصاصة والراجل خبط على الأرض جثة هامدة. واللعبة شغالة والباقيين استوعبوا إن الصوت ده قناص بيصطاد اللي بيتحرك، وفجأة المكنة دارت والقلب اتملى رعب والرصاص اشتغل زي المطر، والناس المرعوبة بقت تقع يمين وشمال في مجزرة مروعة. ووسط الضرب ده جيهون نجا بأعجوبة، بس ركبه ثابت ووقع على الأرض وما كانش قادر يصلب طوله ويمشي خطوة. وسانج وو زعقله وقال له قوم أول ما اللعبة تفتح، بس هو كان متبنج لغاية ما لاعب تاني وقفه وقال له بص على المؤقت يا تعبان. وبعد حبة والثواني الأخيرة بتعد، جيهون كان خلاص هيتطوح ويقع والعروسة بتبص، بس متسابق جدع مسكه من قفاه وسنده، ومع بعض عدوا خط النهاية واللي اتمسك ورا اتفرم فرمة وحشة. وأول ما اللعبة خلصت سقف المكان اتقفل وظهر إنهم محبوسين في جزيرة مقطوعة ومفيش أي سكة للهروب. الزباين اللي نجت رجعت العنبر ووشهم أصفر من الصدمة، وجيهون راح يشكر سانج وو والواد التاني علشان هما اللي شالوه وساعدوه يعدي من اللعبة دي قبل ما يموت. بعدها الحراس المقنعين دخلوا العنبر يبلغوهم النتيجة، واكتشفوا إن من وسط 456 زبون 201 بس هما اللي لسه ماشيين على رجليهم. والخبر ده عمل هلع في المكان، واللاعبين قعدوا يصوتوا ويتوسلوا علشان يمشوهم، والحراس فكروهم بالإقرار اللي مضوا عليه، بس الناس قعدت تتوسل وعايزة تروح. وهنا سانج وو فكر الحراس بالبند الثالث إن لو أغلبية اللاعبين وافقوا على قفل اللعبة كله هيروح بيته عادي من غير أي شروط. وقام نظم الناس وعملوا تصويت علشان يفركشوا الليلة دي وكل واحد يرجع لعياله. والحراس وافقوا، بس قبل ما الصندوق يتفتح للتصويت قاموا منورين الحصالة والفلوس نزلت تتدحرج، وقالوا كل راس ماتت ب100 مليون، والمجموع وصل لأكتر من 45 مليار وون. وهنا اللقمة بقت واقفة في الزور لما قالوا لهم إنهم لو انسحبوا الفلوس هتروح لأهالي الضحايا، وإنهم هيرجعوا بإيد ورا وإيد قدام. والعملية بقت محيرة واللعاب سال لما التصويت بدأ، وجيهون اللي عليه الدور الأخير صوت إنه يكمل، وده حرك الباقيين والأصوات بقت نص بالنص وواقفة على شعرة، والراجل العجوز رقم 1 هو اللي في إيده صوت الفصل. وفي لقطة غير متوقعة العجوز صوت إنه يقفل اللعبة، والفركشة تمت فعلا، ونص الناس اتنفست أخيرا، والنص التاني قعد يلطم زعلان على الملايين اللي ضاعت. وقبل ما يرموهم بره المقنعين قالوا لهم لو غيرتوا رأيكم وحنيتوا للملايين الباب مفتوح والفرصة قريبة منكم في أي وقت. ورجع سانج وو لحياته الميتة، ولقى البوكسات والرسائل نازلة فوق دماغه زي المطر بسبب ديونه اللي بقت 6 مليار وون بالتمام والكمال. ورغم مصيبته السودة سانج وو ساند الواد اللي أنقذه واللي جاله لحد بابه وهو مش لاقي ياكل ومتشرد. وفي نفس الوقت جيهون جري على اسم الشرطة يبلغ، وهو فاكر إن حد هيصدق لعبة الموت الخيالية دي. وطبعا الضباط طردوه وافتكروه مخبوط في دماغه، ولما جربوا يرنوا على الرقم اللي في الكارت ردت عليهم ست طيبة بتبيع لبن. وجيهون لقى نفسه حايس ولايص وفهم إن محدش هيسمع له والكل باعوا القضية. وسانج وو راح يتسحب يشوف أمه، وجيهون قابله هناك بالصدفة وقعدوا يفضفضوا، وجيهون نصحه يروح يقر بديونه وقال له انت لسه برنس المنطقة وراسنا مرفوعة بيك. بس سانج وو قال له يا عم
اسكت انا رهنت بيتنا ودكان امي. وجيهون جات له مكالمة طياري وجرى على المستشفى، وعرف ان امه حالتها كرب ومرض السكر بهدلها لدرجة ان رجلها لازم تتبتر فورا، بس الست رافضة تعمل العملية علشان ما تحملش ابنها ديون فوق طاقته. والموضوع ده شعل نار جيهون وخلاه يحلف يمين 3 لا يوفر القرشين بأي طريقة. وعلى الجانب التاني كان فيه ضابط بوليس بيدور على أخوه اللي فص ملح وداب، ولما فتش أوضته لقى الكارت الغامض وقال إن جيهون كان معاه نفس الكارت في الاسم. والباشا رجع الاسم بسرعة وطلب معلومات عن مكان جيهون وسكنه. وفي نفس اللحظة الواد اللي ساعد جيهون واللي هنسميه علي حصل له موقف درامي لما المدير الجشع بتاعه رفض يديله عرقه ومرتبه الممنوع من الصرف بقاله شهور، وقامت خناقة وشد وجذب، وبالمصادفة ايد المدير اتفرمت تحت المكنة والمدير وقع وساب رزمة فلوس، وعلي قفشها وفتح السبرنت وهرب. على الجانب التاني ام سانج وو لقت المباحث في وشها وبيسألوها عليه وفهموها ان ابنها صادر ضده امر ضبط واحضار بتهم تزوير واختلاس وبلاوي تانية كتير. والست قعدت تدافع وتقول ابني متربي واكيد في غلطة في الموضوع، بس هما مشيوا وقالوا لها لو ظهر بلغينا فورا، وسابوا الست مكسورة الجناح وزعلانة على ابنها. في البيت علي ادى الفلوس اللي قفشها من المدير لمراته وقال لها لم الهدوم وخد الواد واخلعي بره البلد فورا علشان تبقوا في امان. وفي سكة تانية جيهون خبط على الحاج العجوز رقم 1 وهو بيقزقز رامن وبيشرب حاجة كورية بره دكان من الدكاكين، وقعدوا مع بعض على الرصيف يبلعوا الاكل الناشف. والعجوز قال له دغري انا هرجع اللعبة تاني والموت هنا زي الموت هناك. وفي حتة تانية اللاعب 101 اللي اسمه ديو سو اللي كان عامل فيها فتوة ونجم عصابات لقى حبل المشنقة بيقرب منه من مجرمين أكبر منه عايزين يصفوه، فشاف إن اللعبة دي هي طوق النجاة والهروب الكبير، وقعد يخطط مع صاحبه إزاي يغفلوا المنظمين ويقشوا الجايزة كلها لحسابهم. جيهون راح لطليقته حكالها على مرض أمه وقعد يتشحتف علشان تديله قرشين لله وللوطن، لكن الست الكمل طردته وقالت له امشي بره جوزي زمان وجايب العيال وما يشرفنيش تقف هنا ويشوفك. لكن وهما بيردوا على بعض الجوز الجديد وصل وجيهون مشي وهو بيبرطم، ووعد بنته انه هيشوفها بعدين وهيجيبها تعيش معاه مهما كلفه الامر. بس جوز طليقته طلع بره وراه ورمى في ايده كام قرش وقال له انسى الرقم ده وبلاش قرف وما تهوبش هنا تاني. اللقطة دي جرحت كرامة جيهون الحساس، فقام مديله بوكس في وشه كسر ضبته، والبنت شافت المنظر وقعدت تعيط وزعلانة بسبب اللي باباها عمله. جيهون وهو راجع قابل جونجو ضابط البوليس اللي بيدور على اخوه، والضابط طلب منه معلومات بس جيهون قال له يا عم فكك مني انا فيا اللي مكفيني. وبعدين لقى الكارت جاله تاني وبيطلبوا يرجع للمصيدة، وظهر ان باقي الشلة برضه جالهم نفس الكارت، وكلهم اخدوا القرار الصعب ومجهزين نفسهم للرجوع لارض المعركة، وكله ركب العربية بمزاجه واستسلموا للحقنة المنومة من تاني. ومن غير ما حد يحس الضابط جونجو كان شغال تتبع وراهم بعربيته في السر، وفي نفس الوقت البنت النشالة رقم 67 عملت نفسها مغمي عليها بذكاء علشان تفضل صاحية ومركبة عيون في وسط راسها وتعرف هم رايحين على فين. جونجو فضل ورا الاسطول الاسود لغاية ما وصلوا للمينا واتفرج عليهم وهم بيحملوا العربيات في مركب رايحة لجزيرة مجهولة الاسم، وبدل ما يطلب دعم من المديرية او يصور، جونجو بعت رسالة سريعة لرئيسه انه هيتأخر في المأمورية، وقام ناطط ومستخبي في عربية من العربيات. ولما نزلوا غف الحارس واداله علقة محترمة وسرق لبسه المقنع ودخل في وسط الزفة كأنه واحد منهم، ورمى جثة الحارس وبطاقته في البحر. وعلى الجزيرة جيش المقنعين كانوا شغالين زي الساعة في صمت، وقلعوا الزباين الراجعة هدومهم وحطوهم في العنبر الجماعي. ومن وسط الهيصة دي 187 لاعب رجعوا برجليهم، وجيهون اتلم على سانج وو وعلي والحاج العجوز وعملوا شلة مع بعض. وفي نفس اللحظة دي الفتوة ديوسو مضيعش وقته وعمل عصابة من الرجالة الشداد وحاول يجر رجل البنت النشالة، بس هي كرفته وقعدت تتريق عليه وتفضح تاريخه الاسود
الأسود قدام رجالته. الموضوع ده حرق دم ديوسو، وقبل ما يمد إيده عليها طلعت له ست حشرية ودخلت في النص وقالت له سيبك منها وأنا هبقى دراعك اليمين يا وحش. وديوسو ورجالته قعدوا يتريقوا عليها وهم بيبلعوا الأكل والنواشف، وجيهون ورجالته قعدوا يخمنوا اللعبة الجاية يا ترى هتكون إيه، وقعد يفتكر ألعاب الحارة اللي لعبوها وهم عيال. بس علي قال له أنا غريب ومعرفش ألعابكم دي، فسانج وو طمنه وقال له أنا في ظهرك وهظبطك. وبعد ما الزباين كلت واستقرت الحراس رجعوا أوضهم، وطلعت أوض ضيقة أشبه بالزنازين بشروط شديدة، ومن الشروط دي إن ممنوع حد يشيل القناع نهائي بره الأوضة. وهنا بنشوف الرتب بين المقنعين، والرموز اللي على الوشوش بتحدد مين الريس ومين التابع، وكلهم تحت العين والرقابة الشديدة من القيادة الكبيرة. الست الحشرية اللي ديوسو كرفها عملت حوار وقلبت الدنيا علشان تروح الحمام، وبعد زن وافقوا تروح، وقامت مطلعة سجاير كانت مخبياها في حتة بعيدة علشان تعمل دماغ وتدخن. وهي بتنفخ السجاير البنت رقم 67 دخلت وراها، وقامت مطلعة مطوة كانت مخبياها في نفس ذات الحتة البعيدة بتاعت السجاير، وبسرعة فكت فتحة التهوية وقالت للست عينيكي على الباب والحراس وانا هزحف في الماسورة واشوف الليلة دي فيها ايه بالظبط. وهي بتزحف زي التعبان وصلت للمطبخ الكبير ولمحت المقنعين شغالين طبيخ وتجهيز في حاجات غريبة. والصبح البنت 67 وشوشت الست التانية وقالت لها لمحتهم شغالين تدويب سكر في حلل كبيرة. وفجأة التنبيه اشتغل علشان اللعبة التانية، ووقفوا المتسابقين قدام 4 ابواب كل باب عليه رسمة مثلث ودايرة ونجمة او شمسية. وسانج وو بعد ما لقط حوار السكر بالليل راح يسأل البنت 67 انت لمحتي ايه بالظبط؟ والبنت قالت له شميت ريحة كراميل وسكر محروق في المطبخ جوه. وسانج وو بذكائه لقط انها لعبة بسكوت السكر اللي هو قرص العسل الكول، واللي لازم فيها المتسابق يفرغ الشكل المرسوم بدبوس من غير ما يكسر البسكوتة الرقيقة. بس ندالة اشتغلت وما قالش لحد من صحابه، وقام رايح مختار المثلث اللي هو اسهل واقصر شكل، وعلي اختار الدايرة الطيبة. اما جيهون فلبس في الحيطة واختار اصعب شكل اللي هو الشمسية بشراشيبها الصعبة، والحاج العجوز رسي على النجمة. الكل وقف في الطوابير، واول ما استلموا العلبة الصفيح وفيها الدبوس فهموا اللعبة وفهموا الحوار وعرفوا ان الغلطة بفورة وطرد فوري من الدنيا. والعداد اشتغل 10 دقايق والركب ثابت والايدين اترعشت من الخوف. وسانج وو وعلي والبنت 67 سلكوا امورهم وخلصوا الاشكال بتاعتهم بنجاح، في حين ان بقية الزباين كانوا لسه شغالين تكسير في البسكوت وبيموتوا في جلدهم. بس كان في واد صايع وسطهم وهو الفتوة 101، والوحش ده كان بياخد مساعدة من حارس خاين جوه المنظومة. الحارس ده كان بيهرب له رسائل وتلميحات مخبيها جوه لقمة العيش علشان يديله الأفضلية وينقذه. والوقت بيجري والقرص هيتكسر، وجيهون جات له فكرة عبقرية بره الصندوق وقعد يلحس البسكوتة من ظهرها علشان تدوب والشكل يطلع لوحده. والحركة دي نجدته، وبقية الصالة لمحوه وقعدوا يقلدوه ويلحسوا البسكوت زيه. وأخيرا هو والحاج العجوز سلكوا حالهم في آخر ثانية. واللعبة قفلت على حالة من الفوضى لما لاعب اتهور وقام خاطف طبنجة من حارس، والباقيين اللي فشلوا اتضربوا بالنار. بس اللاعب المتمرد ده أجبر الحارس يقلع القناع، ولما لقى وشه عيل صغير لسه ما نبتلوش شنب اللاعب حس بالصدمة وقام ضارب نفسه بالنار. الهرج ده جاب رئيس المكان الكبير اللي هو الفرونت مان، ودخل بكل قسوة خلص على الحارس الصغير لأنه خالف القاعدة اللي بتقول ممنوع وشك يبان نهائي. بعد الحفلة دي الضابط جونجو دخل في عملية التنظيف وقش قناع الواد الميت علشان يلبسه ويثبت نفسه أكتر جوه الحوار من غير ما حد يشك فيه. والفتوة 101 اتسحب بالليل بره العنبر ومشي في ممر ضلمة مع حارس من الفاسدين وراحوا أوضة سرية. وحارس تاني قعد يمسح كاميرات المراقبة علشان السبوبة تفضل في الكتمان ومحدش يلقطهم. وفي العنبر سانج وو قعد يقدم لجيهون اعتذار دبلوماسي انه سابه يختار الشمسية، بس جيهون قال له يا عم حصل خير فداك وكله تحت رجليك. بس المصيبة الأكبر ظهرت لما ديوسو ورجالته خلفوا الأصول وقاموا واخدين وجبة تانية من الأكل الشحيح اللي هو بيضة ومية. والحركة الملعونة دي سابت 5 تنفار من غير لقمة، والناس غضبت وشاطت والكلام جاب ضرب. وقام ديوسو نازل تلطيش في واحد لغاية ما موته في ايده، والحراس واقفين يتفرجوا كأنهم في السيمة. ورد فعلهم الوحيد كان صوت رنين الخزنة وهي بتزيد فلوس بعد ما شالوا اسم الميت من العداد. الجثث اتنقلت على العمليات وجونجو
جونجو اللي عامل نفسه حارس عرف يلطش قناع المربع وبقى ريس مشرف وله كلمة. وفي نفس الوقت لقطنا إن الدكتور اللاعب 111 شغال مع الحراس الفاسدين في غرزة سرية وبيقطعوا أعضاء الجثث علشان يبيعوها بره. وعرف من الحراس إن تقليل الأكل ده حركة مقصودة من الإدارة علشان الناس تاكل في بعضها والضعيف يطير بسرعة. وجوه بيته لقى رسالة تانية مستنياه وبلعها بسرعة، والرسالة سابت له تلميح خفيف عن اللعبة الجاية. والدكتور فهم إنه لازم يلزق في الشلة الجامدة، فراح جري وانضم لعصابة ديوسو الفتوة. وعشان يثبت مكانه الدكتور شاور لديوسو على اللعبة الجاية وقال له تفاصيلها. ولما الليل ليل والنور اتطفى المجزرة دارت، وديوسو ورجالته فتحوا هجوم وحش على بقية الغلابة في العنبر بالإزاز المكسور والسكاكين، والمكان اتقلب زريبة بدم بجد، والنور شغال يطفي وينور علشان يعمل زغللة، والناس بتاكل في بعضها علشان تعيش. وسط المعجنة دي جيهون كان بيلف زي المجنون بيدور على الحاج العجوز رقم 1، وكان خايف عليه من الضرب، بس للأسف السرير كان فاضي. والبنت 67 رجعت على جيهون واشتبكوا مع رجالة ديوسو اللي كانوا عايزين يخلصوا عليها. وهنا العجوز ظهر فوق السراير وهو بيصرخ وبيموت من الرعب، بيقول بس كفاية أنا خايف والكل هيموت. والرئيس الكبير بيتفرج على الشاشات ومبسوط، ولما شبع فرجة أمر الحراس يدخلوا يلموا الليلة ويرجعوا الانضباط مرة تانية. وده أكد إن المعجنة دي كانت بند من بنود الترفيه والتصفية. وبعد ما الدنيا هديت الناس بدأت تظهر على حقيقتها وتفضفض. والبنت رقم 67 قالت إن اسمها سايبوك، والحاج العجوز كان مخبوط في دماغه مش مجمع وتفكيره ضايع ومش فاكر حتى اسمه بحكم السن. وفي نفس الوقت الضابط جونجو لمح الحارس اللي في الأوضة اللي جنبه بيكح بنغمة غريبة وشك إنها شفرة موريس. وجونجو كتب النغمة وفك الشفرة، طلعت رقم 29 اللي هو رقم غرفته بالضبط. وقبل ما يفتش ورا الموضوع التنبيه اشتغل للعبة الثالثة، واللعبة دي طلعت نظام فرق، ومطلوب من المتسابقين يظبطوا مجموعاتهم من 10 تنفار في 10 دقايق بس. والدكتور رقم 111 جري على ديوسو وقال له هات رجالة أقوياء وشداد لأن اللعبة محتاجة عضلات وصحة. وسانج وو قال لشلته عاوزين رجالة عتاولة، بس سايبوك جابت بنت والعجوز رجع بإيده فاضية ومحدش رضي يجي معاه. وفي نفس الوقت ديوسو طرد الست الحشرية رقم 212 رغم الحب اللي كان بينهم، فما لقيتش ملجأ غير فريق جيهون الغلبان. والموضوع ده حرق دم سانج وو وشاف إن الفريق بقى كفتة. ولما الوقت خلص الفرق دخلت الصالة واكتشفوا إن اللعبة هي شد الحبل بس على تقيل وعلى ملايين الفلوس. واللقطة طلعت مرعبة علشان المنصات عالية في السماء والهواء، واللي هيتجر هيقع وهيتفشفش ويموت فورا. سانج وو قعد يلطم لأن فريقهم فيه 3 ستات وعجوز كركوبة وقال لهم اقعدوا ريحوا. ودخل فريق ديوسو يلعب الأول ضد فريق تاني، وطبعا فريق ديوسو بالعضلات كسبه في ثواني. والفريق التاني طار في الهواء ووقع مات، والركب ثابت عند الباقيين. والدور جه على فريق 4 بتاع جيهون ضد فريق كله رجالة صخر وزي البغال. والأعصاب اتشدت وكله مسك الحبل والكل مستني الفورة. وهنا الحاج العجوز طلع واد صايع قديم وقعد يديهم خطة تكتيكية ازاي يثبتوا ويكسبوا البغال دول. والخطة نجحت في الأول، بس الفريق التاني شد حيله وفريق جيهون بدأ يتسحب لبره والبلبلة اشتغلت والحبل هيطير. وسانج وو صرخ بسرعة بأمر مجنون وقال لهم اتحركوا 3 خطوات لقدام فجأة رغم انهم كانوا على الحافة. وفريق 4 نفذ بجرأة، والحركة دي خلت الفريق التاني يتطوح ويفقد توازنه ويقع على وشه لقدام. وجيهون فضل متعلق بشعرة أمل، والمجازفة ضربت صح وفريق جيهون كسب وشدوا نفسهم من على حافة الموت والضياع ورجعوا العنبر وهم فرحانين. العمال الفاسدين غفلوا الريس بتاعهم وعلموا صندوق جثة من الجثث بعلامة دم من المرة اللي فاتت، والجثة اتسحبت قبل ما تدخل الفرن والمحرقة ونزلوها لغرفة العمليات السرية. وهناك كان مستنيها الحراس المنشقين رقم 28 و29. وبما ان جونجو واخد مكان 29 لقى نفسه متورط في تشريح الجثة كأنه طبيب جراح ماهر. وفي العنبر الست الحشرية قعدت تطبل للعجوز وسانج وو على الخطط اللي كسبتهم اللعبة. وسانج وو كرفها كالعادة وقال لها انت مطرودة من شلتك القديمة، وواضح ان العمال الفاسدين عارفين اللعبة من بدري.
والشلة عملت متاريس وحواجز لأنهم مش عايزين غدر تاني بالليل بعد العلقة اللي فاتت. وهم شغالين تربيس ديوسو قعد يستفز جيهون ويقول له الحواجز دي مش هتحميكم مني يا حيلتها. جيهون رد عليه وقال له خاف على نفسك، رجالتك بايعينك ومفيش شرف بين الحرامية. والكلام جه على الجرح لديوسو، ولما رجع لرجالته سألوه هنهجم على مين؟ قال لهم اوعوا تبرطموا كتير وناموا الليلة دي وبلاش دوشة. والدكتور رقم 111 لقطنا انه عامل اتفاق مع الحراس الفاسدين وبيديهم خبرته في الجزارة وتشريح الجثث ويسلك لهم الأعضاء وهم يغششوه الألعاب الجاية عبارة عن ايه. والحراس بيهربوا الحاجة في كرتونة بره في البحر، والسبوبة ماشية طالما الكاميرات بتتمسح أول بأول. والمصلحة كانت ماشية ومتبادلة، وكل طير بياكل من منقاره وعارف داره طالما الليلة في الكتمان. والبضاعة كانت بتتجهز للتسليم، وجونجو المتنكر في 29 شغال معاهم في صمت وتكتكة. بس الخناقة دارت لما الدكتور قفش وحس ان الحراس بياكلوه في حقه ومش عايزين يغششوه اللعبة الجاية عبارة عن ايه. وشاط وغضب وقام ضاربهم ومطير السكينة وجري في ممرات المتاهة لغاية ما طلع في صالة الألعاب القديمة، بس حركاته كلها كانت ملقوطة على الشاشات الكبيرة. وتحت في السرداب حقيقة جونجو اتكشفت للحارس رقم 28 وقام متبت فيه بالطبنجة، وجونجو مسكه من رقبته وقال له اخويا فين يا ندل. بس الحارس حلف 100 يمين انه ما يعرفهوش، لكن قال له على سر يرعب، وهو ان في دفاتر فيها تفاصيل كل اللي دخلوا هنا حتى البنات اللي اتبهدلوا قبل ما يشرحوهم. وجونجو قرف منه وقام مديله طلقة بين حواجبه قعدته ساكت. وفوق الارض الريس الكبير الفرونت مان وصل ولم الليلة، ومن غير رغي كتير قام ضارب بالنار على الحارس اللي وشه بان قدام ديوسو الفتوة، وقالها كلمة واضحة قدام الجميع: العدل والنزاهة هم أساس اللعبة، وكله هيموت بالعدل وبمجهوده ومن غير واسطة ولا محسوبية. والدكتور الجزار حصله كمان واتضرب بالنار، والسبوبة السحرية اتفركشت بالدم. وهم بيلموا الجثث لقوا جثة الحارس اللي جونجو خلص عليه، والريس لقط إن في جاسوس لأن الرصاصة كانت مختلفة. وهنا سيرينات الإنذار اشتغلت تضرب في الجزيرة كلها، والبحث والمطاردة دارت. وفي الوقت ده جونجو اتسحب لغرفة الأرشيف السري ولقى هناك جبال من الملفات مكتوب عليها أرشيف الحبار، وقعد يقلب في الدفاتر والمعلومات لغاية ما لقى صندوق أسود عليه شريطة بنك عبارة عن لغز، وجواه كان فيه كشف بأسامي الكسبانين من سنة 1990. ولقى اسم صدمه في ركبه، واكتشف إن أخوه هوانج إن هو اللي متسجل برقم 132. وفتح ملف 2015 واتأكد إن أخوه كان غرقان في اللعبة دي من زمان وكسبها. والصبح الحراس المقنعين قعدوا يفتشوا الزباين تفتيش ذاتي. وجيهون الجدع ابن الأصول لقى الحاج العجوز متبهدل وعاملها على نفسه من التعب، فقام لافف جاكيت حوالين وسطه علشان يداري القصة دي عن الناس الباقيين. والعجوز كان بيموت من الرعب وجسمه بيتهز، بس حاول يداري على قد ما يقدر. وهم رايحين للعبة الجديدة المنظر قلب بطنهم، لأنهم لقوا الدكتور والحراس الفاسدين مشنوقين ومتعلقين على السقالة قدام السلم. والمنظر ده كان رسالة واضحة إن اللي هيلعب بديله أو هيغش هنيجي نعلقه من رجليه قدام الجميع علشان يبقى عبرة. والرسالة وصلت دغري، والكل بقى بيمشي جنب الحيط ومرعوب. وفي نفس الوقت جونجو كان شغال تصوير ومستندات في الأرشيف زي المباحث. وهو شغال الريس الكبير جاتله مكالمة، فجونجو استخبى ورا الستارة، والريس أكد إن اللعبة الجاية جاهزة، وأخد نفس عميق علشان يستقبل الضيوف التقال اللي جايين يتفرجوا. واللعبة التالتة كانت محتاجة كل اتنين يمسكوا ايد بعض ويقفوا زملاء. والست الحشرية مينيو بقت مكروفة ومحدش راضي ياخدها، حتى سانج وو وجيهون كرفوها هما كمان. وسانج وو اتلم على علي، وجيهون أخد العجوز في ايده. ولما عرفوا ان اللي هيفضل لوحده هيطرد بره الدنيا بعد ال10 دقايق، مينيو قعدت تصوت والحراس بيسحلوها بره لأنها الوحيدة اللي لوحدها ومفيش حد معاها. والكل دخل حارة مصطنعة شبه بيوت زمان، وكل واحد استلم كيس فيه 10 بليات إزاز، والشرط إنك تطقش بليات زميلك كلها في نص ساعة. والصدمة كانت حزينة لأن الكل اختار صاحبه وحبيبه اللي بيثق فيه. واللعبة بدأت، والحاج العجوز جاله زهايمر وقعد يلف في الحارة ويقول دي حتتنا وده بيتي القديم، وقعد يدور على بيته. وجيهون هيطق ويموت من الغيظ لأن الوقت بيجري، وجيهون قعد يتحايل عليه ويصوت. وفي الآخر اتفقوا يلعبوا لعبة فردي ولا زوجي بالبلي. ورغم ان العجوز كان عايم في مية البطيخ ومش مجمع خالص، الا ان واد من رجالة ديوسو كان خلاص
خلاص هيقش باليد ديوسو، وقعد يتريق عليه ويغفله. بس ديوسو شغل الفهلوة وخلى الحراس يغيروا اللعبة في آخر لقطة، ونجا من الطرد أخيرا. وفي نفس اللحظة علي كان هيقش باليد سانج وو كلها، وسانج وو شاط من الغضب لأن علي كان عامل فيها ما بيعرفش يلعب، ومسك في خناقه. بس الحارس جه وحط الطبنجة في وشه، فسانج وو جاب ورا بسرعة. وسايبوك قعدت تدردش مع البنت جانجو، حكت لها عن هروبها من كوريا الشمالية وإن نفسها تجمع أهلها في مصيف جيجو. وبنرجع تاني لسانج وو وعلي والثقة اللي طارت. بس سانج وو اشتغل شغل الثعالب وأقنع علي يديله كيس البلي بتاعه علشان يعملوا خطة فوز متبادل. وفي نفس الوقت جيهون كان هيخسر كل بلياته للعجوز، بس العجوز عمل نفسه أطرش ومش سامع جيهون وهو بيقول الإجابة، وده خلى جيهون يرجع في الجيم ويحافظ على آخر بلية. بس الندالة كملت، وسانج وو بدل كيس علي بكيس مليان زلط وطوب، وخان صاحبه وسابه للموت وهو بيضحك في عبه. أما البنت جانج اللي لعبت مع سايبوك سابت البليات وضحت بنفسها وقالت أنا ماليش حد بره، عيشي انتي، وسابت سايبوك تكسب. والوقت بيخلص وصوت الرصاص دار في الصالة بيعلن نهاية ناس كتيرة من اللي كانوا في اللعبة. وجيهون جاب آخره وقفش العجوز بره البيت المصطنع، والعجوز كان معاه بلية واحدة وخسرها الجيهون بمزاجه، وقعدوا يتكلموا كلام من القلب للقلب. والعجوز قال له أنا ميت ميت، خد البلي وطير انت بسرعة. وفي وداع يقطع القلب العجوز قال له إنه اسمه الحقيقي إلنام، وحضنه حضن أخير ومشي، والدموع مغرقة وشه العجوز المتعب. وجيهون مشي وسمع صوت طلقة من وراه، فقلبه اتقبض حزنا على الراجل العجوز. وكان جيش التنظيف شغال بيلم القتلى في الصناديق، والريس عرف إن الجاسوس جونجو لسه بيلف في المكان. بس الحوار جاب ضيوف تقال، وكانوا أجانب واصلين للجزيرة علشان يتفرجوا لايف على حاجة معتبرينها متعة. وفي العنبر الناس رجعت لقت الست الحشرية مينيو قاعدة زي ما هي وما جرالهاش حاجة، وكانت بتضحك ولا على بالها بعد ما كرفوها علشان تستنى اللعبة الجاية علشان العدد يبقى مظبوط. والباقيين 17 زبون، والعداد وصل 45.9 مليار وون، والكل داخل على اللعبة الخامسة والركب بتخبط. وفي نفس الوقت الريس لقط ان في حركة مش تمام في مكتبه، وسماعة التليفون محطوطة معوجة، ففهم ان الجاسوس هبش في غرفته. وقبل ما يفتش المساعد جاله قال له لقينا جثة عايمة عند الشط ومعاها بطاقة الضابط جونجو، وعرفوا دغري ان هو ده الواد المتسلل. والاكابر الفي اي بي وصلوا لابسين اقنعة ذهب على وش حيوانات فخمة، وقعدوا في الصالون، والريس استقبلهم بنفسه لان صاحب المكان مشغول في سبوبة تانية. والاغنياء دول مش جايين يتفرجوا بس، دول شغالين مراهنات على دم الناس، والموضوع بقى مقزز واخر قرف. وجونجو كان مستخبي فوق في التهوية، ونزل بحركة صايعة وغفل خادم وسرق قناعه ولبسه، وبقى شغال يقدم مشروبات للأكابر. وقبل اللعبة ما تبدأ في لاعب رقم 69 جاله جنان وشنق نفسه بالحبل لأنه مش قادر يستوعب إنه موت مراته في لعبة البلي، والعدد قل واحد كمان من الزباين. والأكابر قعدوا على الكراسي الفرو ومستنيين العرض والضرب يشتغل، وطلبوا من اللاعبين يختاروا تماثيل ويلبسوا الصدريات اللي عليها أرقام، والأرقام دي هي ترتيب دخولهم المعركة. ولاعب رقم 96 جري وأخد رقم 1، وجيهون بسبب تردده لبس في رقم 16، وبقى هو الزبون الأخير في الصف وآخر واحد هيدخل اللعبة. واللعبة طلعت كوبر إزاز متعلق في السماء ولازم يمشوا عليه، والفخ إن فيه لوح إزاز جامد بيستحمل الوزن، ولوح تاني إزاز خيخة اللي هيقف عليه هيقع ويتفشفش حتت. وده كان اختبار حظ وأعصابه، قدامهم 15 دقيقة والكل لازم يعدي الفخ ده. رقم 96 أخد أول خطوة وبوم، الإزازة اتكسر وطار في الهوا ومات. واللعبة شغالة والناس بتجرب حظها وبينطوا من لوح للوح، والقلب بيخبط في الركب، والوقت بيقصر والناس قفشت. وقام واحد شبح عامل حوار وقعد يزق في اللي قدامه، والعنبر كله بقى يزق في بعضه. وفي صالون الأكابر جونجو وقع في الفخ مع واحد من الأغنياء المنحرفين، والراجل الحقير ده طلب منه يشيل القناع، فجونجو بذكاء قال له تعالى نروح أوضة خاصة جوه وبلاش فضايح هنا. وأول
أول ما بقوا لوحدهم جونجو ثبت الراجل بالطبنجة وقعد يصوره وهو بيعترف بكل قرف اللعبة دي. وبنرجع للكوبري وديوسو الفتوة بقى هو اللي عليه الدور من قدام، بس قفش وتنح وقال مش هتحرك واللي راجل فيكم يعدي مكاني. وهنا طلعت له الست الحشرية مينيو وقالت له تعالى بقى يا حبيبي، وقامت حضناه وقفشت فيه ونطت بيه في الهوا واخدته معاها للموت والدمار. في الصالون الريس لقط ان في حاجة مش تمام في الأوضة الخاصة وبعت رجالته يفتشوا ورا الخادم. وفي اللعبة واحد رقم 13 طلع شغال في مصنع ازاز قديم وعرف يفرق بالنظر بين الازاز الجامد والمغشوش من لمعة النور، وقال انا كنت خايف اقول علشان البغال اللي زي ديوسو ما يستغلونيش ويكسبوا هما اللعبة. والريس لقط الحوار وقام طافي انوار الصالة كلها وخلى الناس تنط على عماها علشان كله يبقى زي بعضه عايم في مية البطيخ. وسانج وو استغل اللقطة وبكل ندالة زق الراجل بتاع الازاز علشان يقع ويموت ويفتح هو الطريق لنفسه. في الاخر سايبوك وجيهون وسانج وو عدوا الكوبري وفجأة كباري الازاز اتفجرت والشظايا طارت في الجو واللعبة خلصت والاكابر بيسقفوا وجونجو خلع من الأوضة ونط في البحر وعام، بس الريس ورجالته طلعوا وراه باللانش وقفشوا أثره. والتلاتة الكسبانين نزلوا على السلالم وهم بينزفوا دم وهم في العنبر. وجونجو اللي طلع على جزيرة تانية طلع تليفونه اللي كان مخبيه في كيس مية علشان يلقط شبكة. وجوه الخناقة دارت والشرار ولع بين سانج وو وجيهون بسبب الندالة اللي حصلت. والحراس دخلوا ومعاهم هدايا وهدوم شياكة وعشا فاخر وستيك لحمة للأكابر التلاتة الكسبانين. وسايبوك وهي بتغير ظهر ان بطنها مفتوحة ومجروحة جرح مش سهل بسبب شظية الازاز اللي انفجرت في اللعبة، وكانت بتداري النزيف وبتربط بطنها بهدوم علشان محدش يلقطها. وتليفون جونجو كان عليه كل الفضايح والفيديوهات بتاعة الراجل الكسبان، ودي مستندات تودي ورا الشمس. علشان كده قعد يهرب من الرئيس الكبير لغاية ما طلع على حافة جبل عالي ولقط شبكة ورن على مدير الامن وقال له ابعتوا قوات وصاعقة على الجزيرة دي فورا، انا بتصفى وواضح ان في مؤامرة ولعبة كبيرة وخطيرة هنا بتحصل. والتلاتة قعدوا على ترابيزة مثلث بياكلوا عشاء الأكابر الأخير، وسايبوك ما لمستش اللقمة. وأول ما خلصوا أكل الحراس سابوا قدام كل واحد سكينة حامية ومشيوا من سكات. الجو بقى متكهرب وكله حاطط إيده على السكينة ومستني الغدر. وفي الوقت ده جينجو اتمسك على الحافة والمقنعين حوطوه من كل حتة وما كانش معاه غير طلقة واحدة والخيارات قدامه كانت ضايعة طبعا. وفجأة الريس الكبير قلع القناع وجينجو اتصدم صدمة عمره، والريس طلع اخوه اللي فص ملح وداب من سنين واللي اسمه انهو. وجونجو قعد يبص ومش مصدق، واخوه قال له تعالى معايا وخليك في ظهري ودراعي اليمين، بس جونجو رفض وهز راسه. فاخوه ما كدبش خبر وقام مديله طلقه في كتفه وقعه من على الجبل في البحر. وبالليل في العنبر جيهون قعد جنب سايبوك وقال لها انا هكسب الواد الناد لسانج وو وهنقسم الفلوس دي سوا انا وانتي. وقعد يحكي لها عن بنته وهي قالت له انا ليا اخ صغير في الملجأ بره. وسايبوك قالت له تعالى نمضي اتفاق مع بعض ان اللي هيطلع عايش من هنا هيشيل عيال واهل التاني. وجيهون قال لها هنطلع سوا يا بنتي وبلاش كلام شؤم، بس هي كانت حاسه بالدنيا وحاسه انها هتودع قريب. وفي الوقت ده لمح سانج وو نايم وعامل نفسه مش هنا، وجيهون مسك السكينه وكان رايح يخلص على سانج وو وهو نايم، بس سايبوك مسكته وقالت له انت راجل نظيف فبلاش توسخ ايديك وتبقى ندل زيهم. وفجاه سايبوك وقعت وجرحها اتفتح، وجيهون جري على الباب وقعد يخبط ويصرخ الحقونا بدكتور البنت بتموت. وبكل ندالة وخسة قبل ما الحراس يدخلوا سانج وو قام ناطط وضارب سايبوك بالسكينة في رقبتها وخلص عليها، والحراس دخلوا ومعاهم الصندوق الاسود المعهود وشالوها. وجيهون الدنيا اسودت في عينيه وبقى عايز ياكل سانج وو بسنانه ويشرب من دمه على اللي عمله في صاحبته. وفي الوقت ده الاخ الريس كان بيطلع الرصاصة من كتفه قدام المراية ولقى وشه اتغير وبقى يشوف وش اخوه جونجو المقتول في الانعكاس، والذنب بدأ ياكل في دماغه. وجثة سايبوك دخلت الفرن، والمعركة الأخيرة رست على الاتنين اللي كانوا أصحاب زمان واللي هما جيهون وسانج وو. وخلاص الليلة صفت على رصيفين والرهان على المليارات، والتحدي الأخير في لعبة الحبار وش الوش. وجيهون أخد الهجوم وسانج وو وقف في الدفاع، والأكابر بيتفرجوا من البلكونة ومبسوطين. والريس شرح الشروط وقال دي أكبر لعبة فيها ضرب ولطش من أيام العيال الصغيرة، والمطر نزل طين والاتنين نازلين ضرب في بعض بنيات
بنيات وبوكسات وتقطيع هدوم من غير رحمة، وجيهون طلع دبوس إزاز بس سانج وو غفله وخطفه وغذي جيهون كام غزة في جسمه، بس جيهون ردها له وعض سانج وو في رجله وقعه على الرصيف. وفي اللحظة اللي جيهون هيديله القضية قلبه الطيب غلبه ورفض يموته وسابه عايش وراح لخط الفوز، بس وقف وقال أنا هطبق البند التالت وهنلغي اللعبة والفلوس تطير بس صاحبي يعيش. سانج وو حس بالذنب وكرامته نقحت عليه ورفض الشحاتة وقام غارز نفسه في رقبته بالسكينة وقال له بحزن شيل أمي يا جيهون وراعيها، دلوقتي ما بقالهاش حد غيرك، ومات فورا. جيهون بقى الكسبان رسمي وغم عيونه ورموه في عربية ليموزين شياكة، والريس قال له اللعبة دي تسلية للأكابر زي ما انت كنت بتراهن على الحصيرة وخيل السباق بالظبط، وبخوا عليه منوم ورموه في الشارع، بس لقى في بقه فيزا كارت لغز وحط الفيزا في المكنة ولقى الرصيد فلكي وأكتر من 45 مليار وون حتة واحدة، بس هو سحب 10,000 وون بس، ودول يساووا تقريبا 200 جنيه كده بالحب. ومشي في الحارة وهناك قابل أم سانج وو وهي بتبيع سمك، وقعدت تقول له ابني فين يا ابني مش باين ليه، وما قدرش ينطق وسابها وجري على البيت ودخل لقى أمه نايمة على الأرض وجسمها متلج وميتة، وقعد يصوت ويحضنها ويدفن وشه في حضنها ويبكي على بختها المايل. وعدت سنة وجيهون خلالها بقى شبه الزومبي وشعره منبوش ومش بيصرف مليم، ومدير البنك جابه وقال له يا فنان فلوسك بتولد وعايزين نعمل لك استثمار ومشاريع، فابننا قال له هات 10,000 وون وفكك مني دلوقتي. وقعد على الشط يشرب وضارب الدنيا صارمة، وهناك طلعت له ست بتبيع ورد دبلان وقالت له اشتريهم قبل ما يموتوا، فجيهون كرمش لها قرشين واخد وردة ولمح جوه الورد ظرف اسود عليه شريطة حمراء وكارت مكتوب فيه تعالى قابلني في عمارة في الدور السابع ليلة راس السنة الساعة 11:30 بالليل. والتوقيع تحت كان إيل نام اللي هو الحاج العجوز رقم 1 في اللعبة، فعرف ان المرسل العجوز رقم 1 في اللعبة وراح في الميعاد ودخل الأوضة واتصدم لما لقى الحاج العجوز لسه فيه الروح ونايم على سرير مستشفى. والمفاجأة الكبيرة ان العجوز ده هو البرنس الكبير وهو اللي بنى اللعبة دي كلها وأسسها من ساسها لراسها، وقال له انا شغال مراهنات وقروض وجبتك علشان لقيتك ما لمستش الملايين والذنب واكلك. والعجوز قعد يتفلسف عليه ويقول له انت لسه عايش في العيشة الكحيتي والذنب بيموتك على الناس اللي ماتت. واعترف ان هو وشلة الاكابر الاغنياء عملوا المسابقة دي تسلية ليهم علشان يضيعوا الملايين الزيادة اللي مش عارفين يودوها فين، والاكابر كانوا بيراهنوا عليهم كأنهم حمير في سباق مش بني ادمين وليهم بيوت ومستقبل وحياة. والعجوز قال له انا نزلت العب معاكم من كتر الزهق وعلشان اتبسط قبل ما السرطان ياكلني، وانا اتبسطت معاك جدا يا جيهون. ومع دقة الساعة 12 بالليل العجوز فيص ومات، بس بجد المرة دي وساب جيهون دماغه بتلف من الصدمة. وجيهون قرر ينفض التراب وقام سابغ شعره احمر بوجي وعمل نيولوك وبدأ يوزع الفلوس، واخد اخو سايبوك الصغير ووداه لام سانج وو وساب لها شنطة مليانة رزم فلوس كاش وقايمة بتقول ده سداد دين ابنك سانج وو بالكامل. وهو رايح المطار يركب طيارة امريكا ويشوف بنته لمح الراجل الشياكة بيلعب لعبة الورق مع زبون جديد على الرصيف وجري عليه وخطف الكارت من الزبون وزعق فيه وقال له اوعى تدخل اللعبة دي يا متخلف، دي مصيادة يا مغفل. وفي المطار رن على رقم اللعبة والريس رد عليه، فجيهون شاط وقال لهم انا جاي لكم وههد المعبد على دماغكم ودماغ اللي مشغلينكم. وبدل ما يركب الطيارة ويروح لبنته لف بظهره ورجع تاني وقرر يحارب العصابة دي ويقفل اللعبة الملعونة دي للأبد. وبكده يا أصدقائي بتنتهي قصتنا النهاردة. لو عجبكم الملخص الظريف ده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وعرفونا في الكومنتات علشان نلخص لكم الجزء التاني لو عايزين، ونشوفكم في قصة جديدة.